السلام عليكم. اهلا بيكم في اول حلقة من سلسلة براوزر اندر ذا هود. في السلسلة دي هنتكلم عن الحاجات اللي بتحصل جوه المتصفح، الحاجات اللي كفرونت اند ديفلوبرز بنتعامل معاها كل يوم بس مش دايما بنفهم ازاي بتشتغل من جوه. واول موضوع هنبدأ بيه هو الايفنت لوب. الايفنت لوب هو الميكانيزم اللي بيخلي جافا سكريبت، وهي لغة اصلا سنجل ثريدد، تقدر تتعامل مع مهام كتير في نفس الوقت. هنفهم ازاي الكول ستاك بيشتغل، ايه الويب اي بي ايز، ايه الفرق بين المايكرو تاسكس والماكرو تاسكس، وازاي الكلام ده كله بيتربط مع بعض. يلا نبدأ. قبل ما نتكلم عن الايفنت لوب لازم نفهم المشكلة اللي هو بيحلها. الجافا سكريبت لغة سنجل ثريدد. طب يعني ايه؟ يعني عندها ثريد واحد بس، خيط تنفيذ واحد، او بتنفذ حاجة واحدة في نفس الوقت. تخيل انك في مطعم وفي جرسون واحد بس. لو حد طلب اكل، الجرسون لازم يروح المطبخ ويستنى الاكل يخلص ويرجع يقدمه، وبعدين يروح للعميل التاني. طب لو في عميل طلب حاجة بتاخد 10 دقايق مثلا، كل العملاء التانيين هيفضلوا مستنيين وهكذا. ده بالظبط جافا سكريبت. لو تاسك اخد وقت طويل زي حساب رياضي مثلا او لوب كبير، كل حاجة بتقف، الصفحة بتتجمد واليو اي ما بيستجبش. طيب لو جافا سكريبت لغة سنجل ثريدد، ازاي بنعمل فيتش للريكوستس ونستنى الداتا من السيرفر من غير ما الصفحة تقف؟ وازاي بنعمل سيت تايم اوت ونكمل شغلنا عادي؟ الإجابة هي إن المتصفح بيساعد. الجافا سكريبت مش لوحدها، هي شغالة جوه بيئة، البيئة دي هي المتصفح، والمتصفح عنده حاجات إضافية بتساعد، ودي هنشوفها دلوقتي. أول حاجة لازم نفهمها الكول ستاك. الكول ستاك ده المكان اللي الكود بتاعك بيتنفذ فيه. هو عبارة عن داتا ستراكشر بيشتغل بنظام لاست ان فيرست اوت، يعني آخر حاجة دخلت هي أول حاجة بتطلع. تخيل عندك كومة أطباق، لما بتحط طبق بتحطه فوق. طب لما بتشيل طبق بتشيل طبعا من اللي فوق، مش بتسحب من النص. طيب تعالوا نشوف المثال ده. عندنا 3 فانكشن، فيرست بتنادي سكند، وسكند بتنادي ثيرد. طيب لما بننادي فيرست الفانكشن الأخيرة دي، الفيرست بتتحط على الستاك، بعد كده بتنادي فانكشن السكند، طبعا السكند بتتحط فوقها. السكند بتنادي الثيرد، الثيرد بتتحط فوق الكل. طيب لما الثيرد خلصت بتطلع من الستاك، السكند خلصت بتطلع برضو، الفيرست خلصت بتطلع برضو، والستاك بيبقى فاضي تاني. ده كل الكود المتزامن اللي هو السينكرونس كود. لكن ايه اللي بيحصل لما يكون عندنا حاجة asynchronous زي set timeout او fetch؟ طيب لما بنكتب set timeout، دي مش جزء جافا سكريبت نفسها. set timeout مش في الانجن بتاع جافا سكريبت، دي ويب اي بي اي، حاجة المتصفح بيوفرها. نفس الكلام على fetch او على الدوم اي بي ايز، على السيت انترفال برضو. الجافا سكريبت انجن اللي هو V8 في كروم عنده حاجتين بس، الكول ستاك والميموري هيب. كل حاجة تانية بقى سواء التايمرز او ال HTTP request او الدوم ايفنتس، دي المتصفح بيتعامل معاها. فلما بنكتب مثلا set timeout console.log done بعد 1 ثانية، الجافا سكريبت انجن بيشوف السيت تايم اوت دي وبيقول دي مش بتاعتي، انا هبعتها للمتصفح. المتصفح بيستلم التايمر وبيبدأ بعد 1 ثانية. في الوقت ده الكول ستاك فاضي وبيكمل تنفيذ اي كود تاني. لما ال1 ثانية يخلصوا، المتصفح بيحط الكول باك فانكشن في كيو، مش في الكول ستاك مباشرة. والايفنت لوب ده اللي بيراقب وهيفضل يسأل اسئلة زي مثلا الكول ستاك فاضي، هيرد بيقول له ايوه. في حاجة مثلا في الكيو، هنرد برضه نقول ايوه، يبقى خدها وحطها في الستاك. ده كل اللي الايفنت لوب بيعمله، بيراقب الكول ستاك لما يكون فاضي، بياخد اول حاجة من الكيو ويحطها في الستاك عشان تتنفذ. بس دي مش نهاية القصة، في الحقيقة عندنا مش كيو واحدة، عندنا 2. طيب تعالوا نبص على ال3 سطور دول. عملنا console.log 1 start، set timeout console.log 2 timeout، console.log 3 الاند. الاوتبوت هيبقى 1 3 2. طيب ليه؟ عشان set timeout حتى لو بصفر مش بيتنفذ مباشرة، الكول ستاك بتاعه بيروح الكيو، والايفنت لوب مش بياخد حاجة من الكيو غير لما الكول ستاك بيبقى فاضي تماما. ف console.log دي 3 end بتتنفذ الاول عشان هي سينكرونس وعلى الستاك، وبعد ما الكود المتزامن ده يخلص الايفنت لوب بيروح يجيب الكول باك من الكيو. ده مش بج، ده ديزاين. دلوقتي هنفهم حاجة مهمة جدا. قلنا ان في كيوز، بس في الحقيقة مش كيو واحدة، في 2. المايكرو تاسك كيو، ودي الفي اي بي لان، فيها البروميسز اللي هي دوت زن دوت كاتش دوت فاينلي، وكمان كيو مايكرو تاسكس واسync واويت. الماكرو تاسكس كيو وده الريجولار لان، فيها set interval و set timeout، الانبوت اوتبوت ايفنتس،
اليو اي ايفنتس زي كليك وسكرول. الفرق المهم بينهم ان المايكرو تاسكس ليها اولويه اعلى. بعد ما الكول ستاك بيفضى، الايفنت لوب بيروح للمايكرو تاسكس كيو الاول وبينفذ كل اللي فيها، مش واحده لا كلهم. حتى لو المايكرو تاسكس ضافت مايكرو تاسك تانية بيكملها كمان. بعد ما المايكرو تاسكس كيو تخلص تماما، ساعتها بس بينفذ المايكرو تاسكس واحده من المايكرو تاسكس كيو، وبعدين يرجع يبص على المايكرو تاسكس تاني. طيب يلا بينا نختبر اللي فهمناه. عندنا الكود ده، وقف الفيديو وقول مع نفسك كده ايه الاوتبوت. طيب الاجابه هي A وبعدين E وبعدين C وبعدين B وبعدين D. طيب خلينا نمشي خطوه بخطوه. الخطوه الاولى اللي هي سينكرونس، كونسول دوت لوج A بيتنفذ فورا. السيت تايم اوت بيروح الكول باك الاول مايكرو تاسكس كيو. بروميس دوت ريسولف دوت زن بيروح الكول باك مايكرو تاسكس كيو. سيت تايم اوت بيروح الكول باك التاني ماكرو تاسكس كيو. كونسول دوت لوج اي بيتنفذ فورا. الخطوه التانيه المايكرو تاسكس، الكول ستاك فاضي، الايفنت لوب بيروح للمايكرو تاسكس، هيلاقي في واحده بس اللي هي سي. الخطوه التالته ماكرو تاسكس، المايكرو تاسكس كيو فاضيه، يبقى ناخد اول ماكرو تاسكس كونسول دوت لوج بي. نرجع نبص على المايكرو تاسكس تاني هنلاقيها فاضيه، يبقى نروح للماكرو تاسكس التانية اللي هي كونسول دوت لوج دي. في حاجه ناقصه طبعا في الصوره الا وهي الريندرنج. المتصفح مش بس بينفذ جافا سكريبت، هو كمان بيرسم الصفحه، بيحسب اللي اوت وبيعمل بينت وبيعمل كومبوزيت. طيب ده بيحصل فين في السايكل بتاعتنا؟ تعالوا نبص على الترتيب الكامل. اول حاجه هينفذ كل الكود المتزامن عندنا في الكول ستاك. تاني حاجه هينفذ كل المايكرو تاسكس. المتصفح هيعمل ريندر لو محتاج، لي اوت، بينت، كومبوزيت. رابع حاجه هياخد مايكرو تاسكس واحده من الكيو. خامس حاجه هيرجع للخطوه رقم 2، هيروح يشوف مايكرو تاسكس، لو لقاها هيكمل تاني، لو ما لقاهاش هيرجع ياخد مايكرو تاسكس اللي هي الخطوه الرابعه. والدوره دي بتفضل شغاله طول ما الصفحه مفتوحه. طبعا في نوت مهمه، الريندرنج بيحصل بعد المايكرو تاسكس وقبل الماكرو تاسكس، يعني لو عندك مايكرو تاسكس كتير هتأخر الريندرنج. طيب خلينا نتكلم عن حاجتين بيعملوا مشاكل كتير. المشكلة الأولى بلوكينج ذا مين ثريد. لو عندك لوب وايل ترو ملهاش نهاية، الكول ستاك مش هيفضى أبدا، يعني الايفنت لوب مش هيشتغل، يعني مفيش كيوز هتتنفذ، مفيش ريندرنج هيحصل، والصفحة هتتجمد تماما. حتى لو مش انفينيتي لوب، أي حاجة سينكرونس بتاخد وقت طويل بتعمل نفس المشكلة، سواء بقى حسابات تقيلة أو لوبز كبيرة على داتا ضخمة. عشان كده لما بنحتاج نعمل حاجة تقيلة بنستخدم ويب وركرز بتشتغل على ثريد تاني ومبتأثرش على المين ثريد. لو عندك مايكرو تاسكس بتضيف مايكرو تاسكس تانية وتانية وتانية، الايفنت لوب مش هيعدي ابدا، هيفضل ينفذ مايكرو تاسكس، يعني الماكرو تاسكس مش هتشتغل والريندرنج مش هيحصل. ده نادرا اصلا انه بيحصل بالغلط، بس لازم تعرفه. كده انت فهمت 5 حاجات اساسية عن الايفنت لوب. اول حاجة جافا سكريبت لغة سنجل ثريدد. الكول ستاك هو المكان اللي الكود بيتنفذ فيه. الويب اي بي ايز بتشتغل في المتصفح مش في جافا سكريبت. المايكرو تاسكس ليها اولويه عن المايكرو تاسكس. الريندرنج اللي بيحصل ما بين المايكرو تاسكس والماكرو تاسكس. بس تعرف ان في حاجه بتحصل قبل ما الصفحه تظهر اصلا. المتصفح بياخد ال HTML وال CSS وبيحولهم لبيكسلز على الشاشه خطوه بخطوه، وده اسمه كريتيكال ريندرنج باس. وده بالظبط موضوع الحلقه الجايه. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي عشان ما تفوتش حاجه. انا امين محمد وده كودينج ويز امين. سلام.